السلام عليكم اخواني واخواتي في العالم العربي والافريقي عامة. الليلة دي معانا شرح حيكون من اول الشروح في دورة تعليم الفوتوشوب. حنتعلم الاساسيات البسيطة. حنبدأ اول درسنا بسم الله، نخش فوق البرنامج. اوكي. للناس اللي ما منزلين الفوتوشوب CS6 هتلقوه في القناة بتاعتي ان شاء الله قريب. اوكي. هنا حنتعرف على الاداة الليلة، ما حنبدأ اي تصميم ولا اي شغل. هناخد صورة بس عشان نعرف فوق الشغل بيكون كيف. نخش هنا في الفايل. اوكي. نيو. ليه صورة جاهزة عشان اشتغل فوق انا. انا حاشتغل في الصورة دي مثلا. اوكي. الصورة تفتح معانا، فتحت معانا. عشان يا جماعة التحكم بتاعنا يكون كلي في الصورة، ما تنسى انك تخش هنا تضغط كليك يمين، هتختار اول وحدة البرنامج جاك دي. اوكي. كده الصورة بقت تحت تصرفك. هنبدأ اول حاجة بالقطع. طبعا ده يا جماعة هنبدأ بأول وحدة. أول وحدة طبعا يا جماعة الناس ما قاعدة تستخدمها، لكن أنا هوريكم يستخدموها كيف. لكن أنا ما بشجع تستخدمها لأنه ما حتجيب لك الشغل بتاعك زي ما أنت عايز. أوكي. طبعا دي يا جماعة هتكون ضاغط الكليك الشمال وتكون ماشي دغري. أقل غلط هي بتغلط معاك لو شايفين. أنا هسه ضاغطها وماشي. أقل غلط بتغلط معي، ما يعني لو وقفت طوالي شنو بيخرب لك شغل. عشان كده دي ما بتنفع معي. الا الغلط زي ده بتطلع منه كيف؟ هتدوس كنترول زد عشان شنو الغلط بتاعك ده يمشي. هنختار التاني. التانية دي يا جماعة دي بتكون بس يعني أي نقطة أنت مشيت لها حددت فيها بتضغط فوقها كليك شمال كده، كليك شمال، كليك شمال، كليك شمال. يعني أنت بتشوف أي مكان أنت مشيت له بس بتيجي معاك دغري لازم كليك شمال. يعني أنت تكون ماشي وأنت أي مكانات مشيت لها بتضغط فوق كليك شمال عشان ما يخرب لك الشغل بتاعك يجي دغري كده بالطريقة دي لحد ما تتم الصورة بتاعتك كلها. المهم لحد ما تجيب نقطة البداية هنا هتكون انت واصلتها كده دغري. اوكي. هنيجي لآخر واحدة. طبعا زي ما عارفين الأخطاء يا جماعة بنرجع منها قلنا بكنترول زد. وهنختار آخر واحدة طبعا دي المفضلة عندنا، لأنك انت بس هتضغط من أول من نقطة البداية الكليك الشمال وتخليها على كده وتكون ماشي بالراحة لازم عشان الشغل بتاعك يجي زي الناس. حذر الغلط ده بتقوم تعمل له شنو؟ هتدوس الت ديليت عشان الغلط بتاعك ده يرجع. هتقوم تاني تمشي تحددها كده، تكون ماشية معاك بدون ما تضغط لأي حاجة. هي براها بتحدد النقاط، تكون ماشية مع اللون اللي انت محدده معاه. ما هتدخل في أي حاجة تاني على حسب طبعا جودة الصور. في صور بتكون وسخانة آه هيصعب انك انت تشتغلها بكل راحة يعني. اوكي. في اغلاط هنا الاتنين قاعدة برا ما مهم. اشتغل كده. جبت هنا نقطة الأصل اللي أنا قمت منها. نكبر الصورة. نكبرها بشنو؟ نكبرها بالكنترول معاه زائد. يلا يا جماعة حنيجي راجعين لخانة رقم 2 اللي هي لو ضغطنا فوق الكليك يمين هتصل لنا بالشكل ده مربع زائد دايرة زائد مستطيل زائد مستطيل آه أفقي وراسي. أنا ما أقدر أشتغل بالمربع ولا بالدايرة، كلهم بيشتغل بالدايرة لأنه لو ملاحظين هنا مكان اليد أنا ما جبتها دغري. هديت أصلح المكانات دي. طبعا بعد ده يا جماعة الشغل ده بيكون مركز على شنو؟
على الشيفت والالت فقط. وانت ضاغط الشيفت، لما نضغط الشيفت بيدينا زايد، تضغط الالت بيديك ناقص. لو ملاحظين لها هنا، انا طبعا داير ازيد، عشان كده بقوم بدوس لها شيفت واتابع. البكون بيورح هنضغط له الت عشان يكون لنا ناقص. لو ملاحظين يما الرقبة هناك، زي ما شايفين. وبكده يا جماعة انت تكون انت حددت الصورة بدون الخلفية. كان داير بنفس المقاس بتاعك ده، وانت ما تعمل لها اي حاجة، ممكن تضغط لها كنترول شيفت اي على اساس انك تمسح باقي الخلفية. فين سكر الشاشة ده لمسح الخلفية لورا، وادوس لها ديليت عادي ما بتفرق. اوكي، لكن ما داري ممكن نرجعها زي ما هي، لانه في خطوة انا نسيت ما عملتها، اللي هي تجي في النقطة المحددة هيظهر لك الماوس بالطريقة. طبعا هنا شايفين الماوس ظاهر بالطريقة، وانا اوديه في الشغل لازم يظهر لك بالطريقة دي. هتضغط كليك يمين وهتختار رقم 3 اللي هي فيدر، تضغط فوقه يعني عشان يساوي لك المكانات اللي بتكون طالعة ونازلة. هتختار 2 عادي، تديها اوكي، تعمل ديليت عشان يجيك مساوي. تختار الماوس هنا، الصورة كده جات حبة يعني متساوية. خلينا نشوف التاني شنو ان احنا ممكن نحتاج لها في الشغل بتاعنا هنا. الأداة أداة المسح اللي هي دي، طبعا بتمسح عادي. أول واحدة دي بقوم تكبرها هنا، هي اللي فيها المكانات الزايدة اللي دي. اوكي، طبعا يا ما ملاحظين انا ما غيرت اي حاجة في الصورة، بس قطعت الخلفية. لا اجيب لها خلفية للناس اللي بيعشقوا الخلفيات بتاعت الفيس، ممكن بتاعت النت، ممكن تخش في جوجل عادي يعني ما فوق اي حاجة، وتخش هنا في الصور تكتب لك اي خلفية مثلا، خلفيات فوتوشوب يجيك زي دي. وقال لو انت عندك خلفيات من عندك هنا ممكن تيجي تختار لك اي خلفية برضه ما مشكلة. انا هختار اي خلفية للشرح فقط، يعني ممكن اختار الخلفية دي. طبعا هيكون فوق حب الشغل ما بتكون ظاهرة برضه. اختار دي. اوكي. تقوم تشيلها بالماوس كده، تجيبها هنا في البرنامج، تنزلها، جات طالعة صغيرة لكن برضه ما مشكلة. تقوم دي تستغلها كده، تدوس لها كنترول تي، تظهر لك بالطريقة دي. لازم تحددها تكون ايوه. اعتذر لان هي جات صغيرة، ممكن صح هذا. نخش هنا، انت تشيلها كده، ممكن تاخدها هنا. انت لو خدتها هنا هتخش معاك في الصورة وما حتكون متحكم فيها زي الناس، لكن انا حبيت انك تاخدها برا بالجاي. عارفين جات كبيرة هنا، وتخش هنا وتفك منها الطبلة بتاعتها دي. اوكي، تقوم تدوس لها كنترول ايه تتظلل، تقوم تعمل لها كنترول سي يعني كوبي.
تجي هنا تعملها كنترول في على اساس انها تنزل نزلت، كنترول تي عشان تتحكم في الطول والعرض والى ما ذلك. هتاخدها هنا من الركن عشان تديك نقطة بداية يعني جميلة. الصورة اتغطت تقوم تدي انتر عشان يحفظ. لكن ملاحظين الحتة دي مساوية بقت اوكي. هنخش هنا برضه تاني عشان نشوف الملف بتاعنا بتاع الصور، نشيل دي ننزلها تحت عشان صورتنا تظهر. الصورة كده بقت ظاهرة وخلفيتنا بقت كده. وعدا ممكن انت وستايلك لا تغير الالوان ممكن عادي، لا تعمل فوق اي حاجة ممكن. على حسب الذوق بتاعك وعلى حسب اللي انت دايره. اوكي مثلا انا اخترت ده كده يا جماعة. ده اسمه يعني بقول عليه ده تصميم بسيط جدا جدا، يعني ما اخد معانا اي زمن. انت كان داير تتعلم التصميم الاكتر، ممكن تعمل بعدها ستايلاتك، تكتب كتابتك دي طبعا معروفة. والخدم ده يا جماعة لحقوق النشر زي ما قلنا، في ناس يعني تعمل لك صور، في صور خلفيات كده وصور بتنزلها من مواقع كده بتلقى فوقها كلمات مثلا. حنجيها في درس تاني طبعا، ده زي ما بقولوا يعني درس سريع كده عن تصميم خفيف كده اوكي. طبعا زي ما شايفين دي صورتين انا طلعت كده بالطريقة دي وما تعبت فوق اي حاجة. بتقوم دي تختار هنا الفايل، خش في كلمة سيف، خش هنا بقى ديسكتوب عشان ديسكتوب ده طبعا هيقول الصورة دي كلها قريبة. دي تختار من هنا جي بي اي جي، طبعا نفس دي بتكون من ثلاثة لو شايفينهم جي بي اي جي ثلاثة. هتقوم دي تختار الأولى وبتكون قاعدة بين قوسين جي بي جي جي بي جي 3 مرات مكررة وبين قوسين. هتختار انه دي صيغة بتاع الصورة، تعمل لها سيف، تظهر لك الرسالة الحسب تظهر لي دي تديها اوكي. تنزل برنامجك تحت، نزل لتحت. سوري حصل غلط يا جماعة. طبعا بعتذر لبطن حسب بداية انه فاتح برامج كثيرة من قبل زي ما شايفين يا جماعة. الصورة هسه فتحت معايا هنا، وعندنا تاني برنامج بتاع التصاميم برضه ان شاء الله حينزل، هضغطه برضه هنزله لكن ما حسه. ممكن اعدل فوق الصورة اللي انا جيت نزلتها، اوريكم لها اشكالها كيف. هتخش هنا عشان نديك البرامج ده ديسكتوب 66 تعمل له اوبن. هيظهر لنا بعد شوية. نعتذر تاني مرة، ننزلها هنا عشان تتحكم فوقها زي الناس. وعندي كم فلاتر هنا ممكن تختار اي حاجة انت دايرها. ممكن تختار دي مثلا زي ما شايفين ظهرت لنا بعد طريقة ميزة جميلة خلاص. ممكن دي نشوفها شنو. ممكن تختار من هنا برضو هم زي 3 على ما اظن. نختار اي حاجة انت عايزها. اوكي انا طبعا اختياري حيكون للستايل الفلتر الجاي ده.
اختار ده مثلا. طبعا ده يا جماعة طبعا ده خارج الشرح بتاعنا يا جماعة، ده خارج الشرح. لكن لو في نسبة مشاهدة أكتر والطلب للبرنامج ده أكتر أنا هنزله وهتستفيدوا كلكم بكده يا جماعة. يعني ما تنسوا تشتركوا في القناة بتاعتي حتى نقدر نتابع الدروس الجاية. اوكي، ودي صفحتي على الفيسبوك. ممكن تراسلني حتلقى الرابط اسفل الفيديو. هنشوف طبعا البرنامج لسه ما تم، لما يتم حنزله اسفل الفيديو. وكان نسيت برضه ما مشكلة، برضه ممكن تذكروني عشان ننزله. شكرا جزيلا. كان معكم متوكل جمال من السودان، وان شاء الله كلنا نكون استفدنا من الدرس ده.